انا حسام محمد علي، اي اي انجينير، خريج كليه الذكاء الاصطناعي جامعه كفر الشيخ. الحمد لله دي سابع مره، او انتوا حضراتكم الجروب رقم 7 هنشتغل كورس اي اي. بالعكس يمكن المره دي كمان في ابديتس على كل حاجه. فهبدا بقى انتقل لرقم 3 اللي انا قلت لك عليها. طب ايه رقم 3 وايه المهمه؟ انا عايز اعرف ايه هو اللي انا هستفيده من الكورس، او يعني ايه اصلا ذكاء اصطناعي، او انا هستفيد ايه. معلش استنى، انت ما عملتليش سلايد ليه؟ عشان انا داخل ادردش معاك. الكلام اللي انا هقوله لك ده لفهم حضرتك بس، ملوش دعوه باللي احنا هنمشي فيه. لان لما اجي اشتغل معاك ماشين ليرنينج هقول لك تاني احنا هنعمل ايه، وهقول لك هنستفاد ايه، وهقول لك ستيب باي ستيب، وهنتكلم مع بعض في الابلكيشن في الديب ليرنينج، وهنتكلم مع بعض في الابلكيشن في الكمبيوتر فيجن والان ال بي. طب جميل. دلوقتي انا كواحد اي اي، انت قلت لي من 30 40 50 سنه كده كان في ناس موجوده، كل الناس اللي موجوده او كل الشركات الاساسيه هي شركات نفط، بترول، غاز، من اول حرب اكتوبر 73 و طب جميل جدا. طب وبعد كده دخلنا في مرحله الدوت كوم، الكمبيوتر، الالعاب، الحاجات البسيطه، وهكذا. ثم كملنا، رجعنا تاني، بدأنا نبص على حاجه اسمها الداتا البيانات. بسمع المصطلح ده كتير جدا وانا مش فاهم يعني ايه، مش مشكله هقول لك دلوقتي. طب حلو، دخلنا على كده بعد عصر الداتا والبيانات 4 5 سنين، بقى عندي بقى شركات زي مايكروسوفت، وعندي ياهو، وعندي. كملنا الخطوة اللي بعد كده، واللي كسب كسب مش قصتنا. دخلنا في المرحلة الكبيرة بقى، البيج داتا، مرحلة بقى في بيانات كتيرة جدا جدا، المرحلة الأخرانية آخر 10 سنين بالتحديد. وهي شركات فيسبوك، شركة أمازون، شركة ميتا، شركة ابل. كل الشركات الاساسيه او الكبيره حاليا اللي في العالم، بعيد عن ارامكو السعوديه، كلهم معتمدين اعتمادهم الاول والاخير على البيانات او على تصنيع التكنولوجيا. فاحنا لفينا من النفط للتكنولوجيا، ثم دخلنا مرحله جديده اخر 3 سنين بالظبط، من تقريبا شهر سبتمبر او شهر 11 1 22، على مرحله جديده وهي شركتين اوبن اي اي. وطبعا التطور الرهيب اللي بتعمله شركه جوجل بجيميناي وبريد وكل الكلام الجميل ده. طب يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني احنا دخلنا دلوقتي في عصر الذكاء الاصطناعي بعد ما خلصنا الداتا. ولكن الداتا اللي انت عمال تكلمنا عليها دي اساسها الاول والاخير، او الاساس الاول والاخير للاي اي. بمعنى ايه؟ عشان انا مش فاهم. انا عشان ادرب موديل ذكاء اصطناعي محتاج له بيانات ادربه عليها عشان يقدر ان هو يفكر، يقدر ان هو يتعلم، يقدر ان هو يشتغل. طب معلش انا مش فاهم برضو، عادي جدا. انا دلوقتي لما هخش معاك سيشن، عشان تفهم اللي انا بقوله لازم اكلمك، فدي بيانات، دي داتا، دي ارقام، دي حاجه انا بقولها، دي كلمه انا بقولها، دي حاجه انا بفهمك بيها طريقه التواصل بيني وبينك. نفس القضيه، الداتا اللي انا بضربها للموديل هي طريقه التواصل عشان يتعلم زي الطفل الصغير كده. طب انا برضو ما اناش فاهم اي حاجه، طبيعي، ايه المشكله؟ المهم، بعد ما خلصنا الاي اي احنا دخلنا في عصر جديد ولسه مستمرين فيه، وهو عصر الجنريتيف اي اي، او عصر الاي اي بقى الديب اي اي. ولسه هي طبعا في اقسام كتيره في الاي اي، لسه احنا ما وصلناش لنص التطور. ولكن الاعتماد او التطور اللي جاي كله يرجع للديتا. احنا الاول كنا نفط، دخلنا ديتا، دخلنا اي اي، رجعنا للنفط تاني او رجعنا للبيانات تاني. فاحنا ايه، كل الفكره او كل الموضوع داير حوالين الداتا. كل ما هتجمع موديل، كل ما هتجمع داتا قويه، كل ما هتبني موديل قوي. كل التكنولوجي دلوقتي موجوده في السوق تقريبا ذا سيم. ولكن فكره ان انت تكون واصل لنقطه معينه من الداتا، ان انا دربت الموديل بتاعي على 400 الف صوره و400 الف رو و 400 مليون سوري، توصل لنقطه وقتها ان انت فعلا عرفت تعمل موديل قوي يقدر ان هو يتعامل معاك. انت عمال تقول لي موديل، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا يا باشمهندس كل اللي انا عايز اعمله دلوقتي، انت زي ما انت شايفني دلوقتي، انا اخلي الموديل يشوف او اخلي الاله تشوف عن طريق الكمبيوتر فيجن. زي ما انا بتكلم معاك دلوقتي، عايز اخلي الاله تتكلم معايا عن طريق ال NLP. زي ما انا بدردش معاك كده، عايز الحاجات دي تحصل، يعني السمع، النظر، الكلام، كل ده انا عايز اخلي الاله، الطفل الصغير البيبي بتاعي هو اللي يقدر يعمل الكلام ده. طب معلش يا باشمهندس برضه انا مش فاهم، ممكن تفهمني اكتر؟ بسيطه. كل اللي عايز افهمه لك دلوقتي جملتين اتنين. انا دلوقتي هبدا ببيزكس بايثون، اساسيات اللغه. ليه؟ عشان اعرف اتعامل مع الكمبيوتر، وهنتكلم فيها وباشمهندس وسيم هيكلمك فيها ديبلي اكتر بعد ما انا اخلص. طيب بعد ما اخلص البيزكس، انا هتعامل مع الداتا، فعايز اتعلم تحليل بيانات، فهنتعلم ازاي نحلل بيانات باستخدام البايثون. عشان اعرف احلل البيانات واحنا شغالين تحليل بيانات، هتكلم معاك كتير جدا 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 لحد ما تزهق في كل حاجه تخص البيانات والشركات واي بي ام وكل الكلام الجميل ده. ثم بعد كده هناخد جزء ماثيماتكس،
كانترودكشن كويس جدا يأهلك ان انت تكمل معانا جزء الاي اي، ثم ندخل في الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والان ال بي والكمبيوتر فيجن. طب معلش استنى، مين الماشين ليرنينج ده؟ تعلم الآلة. انا عايز اعلم الآلة بتاعتي. طب اعلم الآلة ازاي؟ كل اللي انا هعمله ان انا هبدأ هاخد داتا اللي انا اتكلمت عليها من دقيقتين واخلي الموديل يتعلم عليها. اتعلم عليها ازاي؟ اعمل له خوارزميات زي مثلا اس في ام، اس في ار، ديسيشن تري، راندوم فورست، ونعرف الكلام ده وهنشرحه بالتفصيل سيل باي سيل، كلمه كلمه، ماثيماتكس ومش ماثيماتكس، وهنشرحه بكل معادلاته وهنشرحه بكل افكاره وهتفهم يعني ايه ان شاء الله. طب حلو جدا. ياخدنا الكلام ده انا هعمل ايه لما اتعلم ماشين ليرنينج، او انا ايه اللي بستفاده اصلا من الاي اي؟ اولا الاي اي داخل في كل حاجه في حياتنا. الموبايل اللي في ايدك فيه اي اي. ازاي؟ شايف الفيس ريكوجنيشن اللي انت بتتفرج مني او اللي بيخليه يفتح لك وشك كده؟ فيس ريكوجنيشن اللي بيتعرف على الوش، هو ده حاجه اسمها اللي هو بصمه الوش دي معموله بالذكاء الاصطناعي. طب استنى، طب احنا ليه بنعمل اي اي؟ عشان نسهل شغلنا شويه، عشان نسهل حياتنا، عشان يخلي في نوع من انواع الرفاهيه، او يخلي الحاجات السيمبل اسهل. يعني ايه؟ يعني انا هقول لك حاجه. انا مثلا بكل بساطه ممكن اوقف واحد على الطريق ويقدر ان هو يشوف الناس في مخالفات ولا مفيش مخالفات وكل الكلام الجميل ده. طب هل ده احسن، ولا انا اعمل كاميرا متعوده على سيستم معين تقدر تشوف حاجه مثلا زي الرادار، في سرعه زياده، في حاجه ناقصه، في حاجه بايظه، في حاجه مش مظبوطه، وتسجل لي الكلام ده وكمان تسجل لي المخالفه وتبعتها لي تلقائي؟ اظن ده اسهل، ده احسن. حاجه روتينيه، حاجه مستمره، حاجه مش هتضايقني. طب معلش نرجع للماشين ليرنينج تاني. انا لما اعلم الاله هقدر ان انا اعمل خوارزمية بكل بساطه تخليني اعمل مثلا توقع لسعر الذهب. ازاي؟ عن طريق البيانات. هاخد البيانات اللي معايا القديمه بتاعت ال 10 سنين اللي فاتوا او ال 20 سنه اللي فاتوا، كل ما تزود بيانات كل ما يبقى احسن، مع المتغيرات اللي حواليا، زي مثلا سعر النفط لما بيزيد الذهب بيزيد ولا لا، سعر الدولار الامريكي ده بالسعر في مصر، طب السعر في الامارات، طب مثلا اليورو، طيب شويه عوامل كده كتيره، وهنتكلم في حاجات شبه كده. ويقول لك من خلال الموضوع ده انا عايزك تتوقع لي سعر الذهب مثلا، او سعر اسهم في البورصه، او سعر عقار، وده هنتكلم عنه سبيسيفيك. ودي اشهر مثال او اشهر بروبلم في الماشين ليرنينج، وهو توقع سعر المنزل، هاوس برايس بريدكشن. طب حلو. انا دلوقتي بديت اعمل توقع، اقدر اعمل ايه تاني؟ اقدر برضو في حته التوقع دي اتوقع مين الناس كاكزامبل اللي هتسيب الشركه وتمشي عن طريق العوامل بتاعتهم. بعد ما احلل بياناتهم ممكن اتوقع اذا كان هم ممكن يسيبوا الشركه ولا لا. وممكن كمان نعمل حاجه، ودي ستيب رقم 2، كلاسيفيكيشن، يعمل تصنيف للناس اللي هتسيب الشركه على بناء على عده عوامل: بعدهم عن البيت، بعدهم مثلا عن بعد البيت عن الشركه، المرتبات اللي بياخدوها، الخبره بتاعتهم، طلع عوامل كده. مثلا مشى من عندي السنه اللي فاتت 10000 واحد، فانا متوقع يمشي كام واحد السنه دي وهم مين. طب وبيمشوا ليه؟ فالموديل بعد ما يحددهم لي ابدا اشوف والله ده باشمهندس مثلا هاني بيمشي علشان هو سنه كبير، فانا عايز فلوس زياده. يا باشا انت ما احترمتنيش، انا عندي 30 سنه دلوقتي فالمفروض تديني مرتب مش بتاع 20 سنه. انا يا باشمهندس والله انا راجل دلوقتي سينيور في شركه 35 سنه، المفروض تديني مرتب معين. والله يا باشمهندس انا باجي لك من القاهره لحد اسكندريه عشان اشتغل معاك، فمعلش قدرني ماديا يعني البيت بعيد. او انا والله بسافر مثلا الاردن عشان اشتغل، فلا انا عايز اطلع بره مصر، ما انا هطلع بره مصر عشان اكسب فلوس، فما انا مش طالع عشان سواد عيونكم. فاهم قصدي؟ طيب جميل. ياخدني الكلام ده نقطه تانيه خالص، وهي انا هبدا امشي ستيب اللي بعدها على طول كده. هيعمل لي تصنيف مثلا لحاجه معينه، تصنيف للامراض، تصنيف للمعدي مرض سكر ولا لا، تصنيف الناس دي هتمشي ولا مش هتمشي، الناس دي مكمله معايا اصلا في حياتي ولا مش مكمله، الناس دي كاكزامبل هتتصاب بمرض معين ولا مش هتتصاب. ممكن يعمل لي حاجه اخيره وهي كاستمر سيجمنتيشن، يصنف لي الفئات. والله انا عندي بيت عايز ابيعه، هل اروح اوزع لحسام اللي معهوش غير 500 جنيه اصلا في جيبه، تعالى يا باشا اشتري البيت ابو نص مليون او مليون؟ لا خالص. فممكن من خلال الداتا اعمل جروبس، مجموعات، يقدر من خلال الموضوع البسيط ده اقدر اتارجت باشمهندس هاني، باشمهندس محمد مسعد، هم دول الناس اللي معاهم فلوس مثلا، باشمهندسه رهيده، باشمهندسه فاطمه، الناس اللي تحتهم. فلما اجي مثلا اعلن عن ايفون، الناس دي بتهتم بالايفون، تعالى نديه لهم. او تارجت الناس دي، او حاجه بتاعت ميك اب، فالستات هم اللي انا هديهم الحاجات بتاعتي بتاعت الميك اب، تعداد الاسباب والموت واحد. طب جميل. كل ده ممكن اعمله بالماشين ليرنينج، اللي هو ابسط خطوه في الخطوات او الابلكيشنز اللي احنا بنمشي عليها. طب تاني خطوه الديب ليرنينج. الديب ليرنينج تعلم عميق، يعني ستيب رقم 2. هبدا ان انا عن طريق التعلم العميق بتاعي ده
ادرب الموديل على حاجات اكبر، خوارزميات زي السي ان ان، الار ان ان، الاي ان ان، ترانسفير ليرنينج، نقل التعلم، او البري تريند موديل، الموديلز جاهزه اللي هنتكلم فيها على مدار الليفل ده ان شاء الله. طب بالحاجات دي ممكن اعمل ايه؟ برضه ممكن اعمل تصنيف للامراض، ممكن اعمل تصنيف للكلب والقطه، ممكن اعمل تصنيف ده مصاب ولا مش مصاب، ممكن اعمل تصنيف على سبيل المثال للانسان، هل انت مثلا كاكزومبل ركز معايا كده، لابس ماسك ولا مش لابس؟ طب هل مثلا والله الوش بتاعك ده انت انسان ولا جماد ولا حيوان ولا ايه بالظبط؟ طب مثلا هل ممكن اخش في المجال الميديكال واقول لك تعالى يا باشا معلش انت عندك حاجه زي مثلا الامراض، مصاب بمرض معين ولا مش مصاب؟ لما ندخل في الكمبيوتر فيجن مثلا اللي هو ليفل 2، هنبدا نعمل حاجه اسمها بين تيومر، بتعرف ان اشعه المخ، عافانا وعافاكم الله جميعا، اذا كان مثلا الراجل ده مصاب ولا مش مصاب بمرض مثلا سرطان المخ او حاجه، عن طريق الاشعه مثلا، عن طريق التقارير، عن طريق التحاليل، عن طريق الصور. ممكن اعمل اللي هو السكان الجلد، سكان كانسر الجلد بتاعي، هل هو مصاب بمرض معين لا قدر الله ولا لا؟ في امراض كتيره وبيصنف لي الكلام ده. ده في الجزء بتاع الميديكال. طب الجزء بتاع الاديوكيشن ممكن في ليفل 2 برضو كمبيوتر فيجن، انا عملت سكيب للديب ليرنينج هنتكلم عنه قدام، خلينا على جنب، خلينا في الكمبيوتر فيجن عشان دي تطبيقاته اكتر وعشان ما اضيعش وقتكم، عشان انا بالظبط المفروض معايا تلت ساعه. طيب نكمل عشان وقتكم برضه. فالكمبيوتر فيجن هنسكيب سنه صغيره كده زي ما قلت لك، ممكن نقوم داخلين في حاجه زي الاتندنس سيستم، نظام الحضور والانصراف اللي عندك في الشركه اوريدي. طب ما انا ممكن اجيب موظف ويقعد يكتب الكلام ده، بس اسهل 100 مره وانت معدي يلقط وشك بس باشمهندس حسام حضر شكرا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باشمهندس محمود هيحضر. الحاجه دي هتسهل شغلك، هتزود منك ممكن حاجه زي السيلف درايفنج كار، السيارات ذاتيه القياده، اللي بالمناسبه اكتر بيزنس هيخش عليه ملايين الفتره الجايه. انصحك لو بتحبه خش فيه من غير ما تفكر مرتين. تريليونات الدولارات داخله الفتره الجايه، سباق جبار فيه. ما علينا. زي السيلف درايفنج كار، وطبعا زي ما قلت تسلا و5000 شركه بيتخانقوا على الموضوع ده، بمعنى كلمه بيتخانقوا. طيب جميل. ممكن بعد كده زي ما قلت لك ان انت تعمل مثلا حاجه اوبجكت ديكشن، ابدا احدد الوش، ابدا احدد الملامح، ابدا احدد عن طريق كاميرا محطوطه في شركه معينه او في اوتيل معين، ابدا اشوف والله هل ابني موجود في الجنينه ولا لا، اتبع حركته. ابدا اشوف والله يساعدني في الحاجه بتاعت المجال التعليمي مثلا، عن طريق ان اشوف انتباه الطلاب، هل هو منام مغمض عينيه ولا مش مركز ولا. ابدا اتبع حركتهم جوه المدرسه او جوه الكومباوند عشان السيفتي. ابدا اشوف ستيب 2 3 و4، ابدا اقول لي الصوره باستخدام الجنريتيف او الجيانز بالتحديد، تعالى يا باشا حول لي الكلام بتاعي ده لو سمحت ارسم لي صوره فيها باشمهندس حسام بيتكلم مع باشمهندس هاني على البحر، يرسمها لك. او يعمل لك الموضوع بالعكس. ممكن نعمل ابلكيشن للصم والبكم عن طريق ان هو يحول لغه الاشاره، مثلا دي معناها بحبك، فهو والله يبقى فاهم ان دي معناها بحبك، فيحول لي كلمه بحبك دي. انا ببص عندي انا هنا ما ببصتش على الكاميرا، فاعتبر ان انا ببص عندي عشان اشوف انا بعمل ايه. فخليكم معايا يا باشا ماشي. دي معناها بحبك، فيبدا ان هو يترجم الاشاره دي ان هي معناها بحبك ويطلعها مثلا للراجل التاني دي معناها بحبك. او انا جعان، فاقول له والله انا جعان، فيرد عليا كانسان خلاص انا هعمل لك تاكل او هجيب لك اكل حالا. فالاله تطلع لي كلمه انا هجيب لك اكل او حاضر لاشاره يقدر ان هو يفهمها الراجل اللي هو عنده مريض بالصم والبكم. على سبيل المثال حاجه زي الشات بوت، ممكن في دومين معين زي السيلز زي اعمل شات بوت سيمبل يقدر ان هو يسهل حياتي عن طريق ان انا هدربه على اسئله معينه واجاباتها، فلما يجي باشمهندس ثاني يقول لي ايه هو كورس الذكاء الاصطناعي، يقول له 1 2 3 4 5، بدل ما اجيب واحد مودريتور ياخد مبلغ معين ومش هيعمل الموضوع بكفاءة، في نسبة خطأ طبعا. طيب عندك حاجة ثالثة، ايه هي الحاجة الثالثة؟ ان انت ممكن تعمل مثلا ماشين ترانسليشن، شات بوت، وفي نفس الوقت كمان بيترجم الكلام فبيقدر ان هو يوصل لك اي لغة في الدنيا. تقدر انك تعمل مثلا كاكزامبل حاجه زي سيري او اليكسا اللي موجودين معاك، حاجه تسهل لك امورك وحياتك. بس كل الكلام اللي انا عمال اتكلم فيه من ساعتها ده هو داخل في كل حاجه في حياتنا، يعني حرفيا في 5000 مليون ابلكيشن احنا ممكن نقعد نتكلم فيهم لحد السنه الجايه. ولكن اللي انا عايز اوصله لك ان انت تبقى طالع من الكورس ان شاء الله ان شاء الله، طبعا مطبقين فوق ال 30 40 مشروع، 30 مشروع خليهم 30 عشان ما نزعلش، واصلين لليفل مهم جدا في ان انت تعرف انك تستخدم الحاجه دي في الدومين بتاعك، سواء في البيزنس، سواء في الشركات، سواء في الميديكال، سواء في الاوتوميشن، سواء في الجزء بتاعك بتاع الديزاين، سواء في الجزء بتاعك بتاع الاوبجكت اي حاجه في التراكس هتفهم في نفس الوقت انت هتبدا تدخل الكلام ده في حياتك.
فكلمة الداتا أو كلمة البيانات هو مصطلح واسع جدا، في حاجات كتيرة جدا تقدر من خلال الجملتين اللي أنا قلت لك عليهم دول نبني عليهم. زي ما قلت احنا هنبدا ببيزكس بايثون، نبدا نتكلم مع بعض، ثم بعد كده ان شاء الله ندخل في الماثيماتكس، ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، ده ليفل 1. ليفل 2 تراك الان ال بي وتراك كمبيوتر فيجن، في مليون ابلكيشن غير اللي انا قلته هنتكلم عنهم قدام. في حاجات كتيره هفهمك هنعمل فيها ايه. كل اللي انا بعمله النهارده ان انا افهمك بس انت هتدرس ايه، انت تطلع بتعرف تعمل ايه. وفي حاجات اكتر من كده بكتير جدا 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 انا ما قلتهاش، مش اتكلمتش عنها. ولكن لو حضرتك دخلت حالا على جوجل وكتبت applications of AI او application of computer vision او جنريتيف اي اي او هتلاقي كميه ابلكيشن ليس لها حصر. كل الحاجات دي انت تعرف تعملها ان شاء الله مع الوقت. هنتعلم ازاي نعملها، هنتعلم ازاي نعملها مع بعض، بحيث ان حضرتك تقدر في وقت من الاوقات تعمل اي ابلكيشن تشتغل بيه از فريلانسنج. كل الكلام اللي انا قلت عليه ده بيشتغل كتاسكات فريلانسنج بالدولار، جوه مصر وبره مصر، في السعوديه، في الاردن، في الامارات، في كل حته في العالم، في اوروبا حتى. ولكن وعندك ممكن تشتغل في شركه، ممكن تشتغل في اكتر من مكان، ولكن كل ده معتمد على حضرتك انت، على مجهودك، على اجتهادك. احنا هنوصل معاك لليفل يعدي 80 85%، الباقي عليك. هنساعدك انك تعمل بورتفوليو قوي، هنظبط السي في بتاعك، هنظبط لينكد ان، هنحاول ان احنا نشتغل مشاريع، وهنشير لك شغلك كمان على جروباتنا وعلى صفحاتنا، بحيث ان تشوف شغلك يتشاف ومتابعينك يزيدوا بحيث ان يجي لك كمان يعني جوب طولت عليكم، ولكن زي ما قلت لكم هو تلت ساعة بالظبط. ميعادنا بعد كده إن شاء الله الساعة 7:30 بتوقيت مصر. بنبدأ بعدها ب5 دقايق على طول، ما بنتأخرش. بنحاول إن احنا نلتزم بوقتنا عشان وقتك أنت تحافظ عليه. اللي هي كل الحاجات اللي أنا عايز أتكلم عليها. زي ما قلت بنحط نقطة في الجروب أول ما بنخش الجروب، أول ما نخش السيشن طبعا ما حطش نقطة يحط عشان الاتندنس. نبدأ بقى إن احنا نشتغل السيشن بتاعنا ستيب باي ستيب. في كلام كتير قوي ممكن أقعد أتكلم فيه أنا وأنت وهو 10 أيام عن الاي اي وعن الابلكيشن بتاعته وهنستفيد ايه وهنعمل ايه وكل الكلام ده. احنا ما قلناش اي حاجه. اقول لك الكبيره اللي انا بقوله معاك ده احنا ما كناش بنقوله قبل كده. كنا بندخل على طول يا جماعه انتم المفروض عارفين يعني ايه اي، يلا ندخل في بايثون. ايه بايثون دي؟ نبدا نتكلم على بايثون اللي هي اللغه اللي هنشتغل بيها واحنا ماشيين. يعني انا هقفل معاك اروح اقول نفس الكلام ده بشكل تاني في كورس ماشين ليرنينج، ففايدته بقى بشكل متوسع اكتر. فكنا بنقول الكلام ده قدام، انت استفدت ان انت فهمت ان داخل على ايه. الاي اي الاكثر طلبا في مصر بعد سنتين، في دفعة قوية جدا 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 في الأردن بالتحديد في الاي اي، دفعة قوية جدا في السعودية، دفعة قوية جدا في الإمارات والناس اللي من البلاد دي. هأكد لك إن الكورسات دي أو إن المجال ده شغال فيه شغل كتير جدا، وفي عمان شغل كتير جدا جدا جدا. ولكن لو سمحت أنا مش هاخد واحد ما بيعرفش يشتغل لا ماشين ليرنينج وديب ليرنينج اللي هو البيزكس. أنا كل الابلكيشن اللي أنا قلتها دي كمبيوتر فيجن وان ال بي. فاهم قصدي؟ فحاول انك تطور، حاول انك توصل لنقطه معينه ان انت خلاص تبقى انت فعلا كواليفايد انف ان انت تظبط كل الحاجات دي. طولت عليك وانا عارف، ولكن انا كده خلصت كلامي. لو حد عنده اي سؤال ممكن يسال، وان شاء الله نبدا في السيشن بتاعنا بقى دلوقتي. اتفضل يا باشمهندس زيد. يعطيك العافية باشمهندس حسام. انا مش واضح سامع صوتي بس. صح؟ واضح صوتي. اه واضح، اتفضل. يعطيك العافية أول شيء. واياكم يا رب. بدي أسألك هسه مثلا بالليفل 2 هل راح نتطرق للسيجمنتيشن؟ لأنه الصراحة طبعا مشروع التخرج طبعا يس 100%. حتى طبعا. بالمجال الطبي صح؟ اليونت وما اليونت. يا باشا اول مشروع هنعمله في اللهم صل على بين تيومر مثلا سيجمنتيشن. يس شكرا شكرا مهندس. فاهمني؟ هنعمل حاجه بتوع السعوديه بيحبوا الحاجات دي في الكوره مثلا، ازاي حلل فيديو اناليسيس يوزنج فوتبول مثلا. شكرا فاهمني؟ الفيديو مهندس. هنخش يس في دي يس. دي في اكتر من حاجه تانية. بص اي ابلكيشن اشتغله هتلاقي فيه كل الكلام ده. وعلى سبيل المثال برضو هتلاقي فيه جزء ابلكيشن صغير كده احنا كنا عاملينه على الكمبيوتر فيجن سيشن، كان معمول من 3 4 5 اسابيع، 3 اسابيع بالظبط. هتلاقي فيه احنا اتكلمنا عن المشاريع اللي احنا هنعملها، اتكلمنا عن السيجمنتيشن، سيلف درايفنج كور، كل الحاجات اللي انت محتاجها احنا حاطينها. اليولو كله. طب مهندس متى ممكن يعني مثلا ننتهي من هذا الكورس يعني المدة 4 شهور النهائية؟ بالظبط من النهارده، شكرا مع العلم ان احنا هناخد في رينج 15 يوم ل 20 يوم بريك وقت الامتحانات، عشان الناس برضو اللي عندنا امتحانات احنا فير مفيش مشكله في الحته دي. امتحانات فاينل ولا حته العادي الفاينل انه؟ فقط. يس اوكي شكرا فاينل شكرا فقط. مهندس. تمام. 100%. بس كده. شكرا مهندس شكرا لو شكرا. حد عنده اي سؤال تاني انا معاكم. قبل ما اسيبكم الباشمهندس وسيم بقى. كل حاجه تمام. اقفل كاميرتي اطلع اجري. هشوفكم تاني ان شاء الله كمان 4 سيشن.
مبسوط جدا بحضراتكم. لينا لفه طويله كده مع بعض. احنا ما قلناش حاجه. ابدا السيشن من اول الكلمه اللي انا هقولها كمان دقيقتين، او الباشمهندس وسام يبدا يتكلم فيه. ولكن زي ما بقول لك احنا لسه في شغل كتير جدا جدا جدا. انا في ورقه جنبي محضر فيها كميه حاجات كنت ممكن اتكلم فيها، هقولها مع الجروب اللي بعدكم. بصراحه انتوا مش غرب. زي البرنت هيومر، فيديو اناليسيز، سيلف درايفنج كور، اتندنس سيستم، اوتوميشن سيستم، تكست ايمج، ايمج تكست. عندك مثلا تحليل المشاعر بتاعت السوشيال ميديا، الشات بوت. عندك نموذج الاسئله، ازاي تعمل مثلا نموذج ريكومنديشن سيستم، او ازاي مثلا تعمل سيستم عن طريق ان انت يتلخص لك فقره معينه، او يعمل لك مثلا سؤال وجيم، سين واجاب، سين وجيم يعني، وهكذا. عندك كميه حاجات. او ممكن تعمل انت سيري عندك في البيت تساعدك في شغلك، بس على صغير. شغل كتير جدا نتكلم فيه. احنا ما عملناش حاجه وما قلناش حاجه. توكلنا على الله. اسيبكم في رعايه الله يا باشمهندس وسيم. ولنا كلام تاني باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا هندسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ أتمنى تكونوا جميعا بخير. بعد ما استهلنا بالمقدمة عن ال AI ونوعا ما عرفنا الحاجات اللي احنا هنبقى ناخدها إن شاء الله في الكورس بشكل عام، واتطرق الباشمهندس حسام لبعض المشاريع اللي هنبقى إن شاء الله نطبقها، كان في ليفل 1 أو في ليفل 2. اليوم هتبقى أول محاضرة بإذن الله في كورس البايثون. هنبدأ كده في البيسكس البسيطة، هيبقى الشرح كده بسيط ولذيذ إن شاء الله. هنوه بس على حاجتين قبل ما نبدأ إن شاء الله. أول حاجة، النقطة دي كان ذكرها باشمهندس حسام، أنا برجع بعيدها. إحنا دايما في بداية كل محاضرة، أول ما أنت تيجي تدخل السيشن، بتبعت في الجروب الخاص فيك نقطة أو اسمك عشان نعرف إن أنت يعني حضرت المحاضرة دي وتتسجل كاتندنس. النقطة دي مهمة جدا مع بداية كل محاضرة. أول ما ندخل السيشن، كل شخص بيبقى موجود حضر السيشن بيبعت نقطة أو بيبعت اسمه في الجروب الخاص فيه. النقطة التانية، إن شاء الله وإحنا دلوقتي بنشرح في البايثون، أي حد وأنا بشرح بيبقى عنده سؤال في حاجة معينة، في حاجة في حتة معينة مثلا ما فهمهاش، عايز توضيح أكتر، عايز يقول حاجة معينة والله جت في باله وعايز يسأل عنها زي كده، عادي افتح المايك على طول واتكلم. انا طبعا بيظهر ليش لما هعمل شير سكرين دلوقتي، مش هيظهر لي لو واحد مثلا اللي هو استخدم الريز يور هاند اللي بتبقى موجودة في السيشن. فانت على طول افتح المايك واسأل الأسئلة اللي انت عايزها. تمام. شير سكرين كده ثانية. مهندس الماتيريال راح تنزل لنا، راح تنبعت على الجروب شيء. ايوه ايوه طبعا. اوكي. بالنسبه للحاجه اللي هتتشرح، طبعا انت عندك بيبقى فيه درايف. الدرايف ده بيترفع عليه 3 حاجات. اذا كان في برزنتيشن بيترفع على الدرايف، اذا كان في نوت بوك اللي هو بيبقى فيها الكود اللي احنا بنكتبه بيترفع برضه. وتسجيل المحاضره دي بتبقى متسجله من اول السيشن لحد نهايه السيشن، عشان انت حتى لو مثلا في حاجه معينه عايز تسترجعها تاني، تفتكرها تاني، تقدر انك انت يعني بكل سهولة يعني تفتح الدرايف وتلاقي كان تسجيل محاضرة او الماتيريال اللي اتشرحت نظري او الماتيريال اللي اتشرحت بشكل عملي اللي هو الكودينج. فمن طب النقطة دي يعني ما تقلقوش خالص. يس مهندس، هل انه مثلا ريكوردات راح مثلا تضلها معنا طول بعد لما نخلص الكورس، صح؟ ايوه مثلا ايوه اذا بتفضل اوكي. صحيح صحيح، بيفضل الدرايف موجود. تقدر انت ايه انك انت تاكسس على الدرايف باي وقت انت عايزه. اوكي، شكرا مهندس، شكرا. تمام. في حد عنده اي سؤال قبل ما نبدأ؟ طيب. نيجي نشير السكرين كده. احنا طبعا لما نيجي نشغل الجوبيتر، يعني دي بس نقطة بسيطة. بكل بساطة تكتب جوبيتر نوت بوك او تكتب مثلا حرف الجي، هتلاقي ايه؟ انه عندك هنا السكرين الخاصة اللي هو السي ام دي الخاصة بالجوبيتر نوت بوك، هتلاقيها ايه قاعدة بتشتغل. هتلاقيها على طول ايه تدخلك على النوت بوكس اللي انت عاملها. طبعا انا في عندي نوت بوكس كتيرة جدا، لكن انت اول مثلا ما تفتح هتلاقي انه ما بيبقاش فيه اي حاجة. تمام. معلش يا مهندس وسيم، بس اقاطع حضرتك، ايوه معلش. انا اتفضل. اسف. هو حضرتك بتقول على الدرايف ينفع اعمل اكسس عليه، بس هل ينفع اعمل داونلود عادي، صح؟ ايوه ايوه تقدر اه تعمل، اه. طيب. كان تتفرج في نفس الوقت او داونلود الماتيريال يعني عادي.
كده كده اقدر يعني اعمل حاجه زي الحاجه كده. بتبقى خاصه فيك. ايوه شكرا لحضرتك، شكرا. تمام. طيب هنبدأ دلوقتي إن شاء الله في البايثون. هيبقى شغلنا مدموج ما بين، لأنه إحنا طبعا إحنا بنشرح كودينج، تمام؟ فهيبقى محاضرات البايثون كلها بالنظام ده. نظام أنا عندي نوت بوك، ندخل على النوت بوك بتلاقي فيه مثلا، إحنا لو هنيجي كده نفتح النقطة الأولى، هتلاقي كل حاجة مكتوبة بالشكل ده كتوضيح بسيط عشان أنت تبقى عارف الحاجة. ده مكان الشرح النظري، لأنه طبعا إحنا بنشرح بايثون فإيه، فمش هيبقى يعني عملي قوي انه انا اعمل برزنتيشن، تمام؟ فهيبقى في النوت بوك نفسها هتلاقي في شرح مكتوب لك كل حاجه موجوده في الكورس، كان في كورس البايثون او حتى في الكورسات اللي بعد كده. هتلاقي على طول كل حاجه مكتوب شرح، كان من ناحيه كلام نظري او حتى في الكود نفسه هتلاقي انه الحاجه ايه، مشروحه بالكامل، عشان حتى لو انت هتيجي ترجع لها بعد كده ما تواجهش اي مشكله. تمام. طيب نيجي كبداية كده. البايثون لو هنيجي للتعريف الرسمي ليه، هو عبارة عن لغة برمجة بيتم استخدامها في العديد من المجالات المختلفة، تمام؟ كان من الاي اي او غيره من المجالات. طيب ليه احنا بنستخدم البايثون؟ ايه خصائص البايثون؟ هي عبارة عن ايه؟ كل الحاجات دي هنبقى نعرفها ان شاء الله في المحاضرة دي، وهنبدأ ندخل في البيسكس الخاصة بلغة البرمجة المسماة بايثون. تمام؟ طيب Python is an interpreted high-level and general-purpose programming language known for its readability and ease of use. يعني هي عبارة عن high-level programming language، عبارة عن لغة برمجة، تمام؟ معروفة بسهولة استخدامها. طيب سهولة الاستخدام دي في ايه؟ احنا طبعا الكلام ده هنبقى نعرفه لما نيجي نشرح في الكود. تمام؟ طيب المجالات اللي بيتم استخدامها فيه، ممكن يتم استخدامها في الويب ديفلوبمنت، ممكن يتم استخدامها في الداتا اناليسيز، ممكن يتم استخدامها في الارتفيشال انتليجنس، الاوتوميشن، والى اخره من مجالات كتيرة جدا. طيب احنا ليه بنستخدمها مخصوص في الارتفيشال انتليجنس؟ لثلاث حاجات. اول حاجة سهولة استخدامها الكبيرة جدا في كتابة الكود، وده اللي انتوا هتتبينوه واحنا بنشرح فيه الأكواد. الحاجة التانية ايضا برضو هي ككود كستراكشر، وانت بتكتب في الكود نفسه استراكشر بسيط، هتلاقي الفانكشن نفسها بتعبر، يعني الاسم نفسه بتاع الفانكشن اللي انت بتستخدمه في كتابة الكود هتلاقيه هو برضو ايه، بيفسر نفسه من نفسه. فده بيجمع ما بين الريدابيليتي وما بين الايز اوف يوز. تمام. الحاجة الثالثة انه بيحصل فيها تطوير مستمر لحد اللحظة اللي انا بكلمكم فيها في المكتبات اللي بتبقى مستخدمة فيها من ناحيه الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي او من غيره من المجالات. دايما بيبقى فيها تطوير، فيها مواكبه لاحدث الحاجات اللي بتحصل، فاستخدامنا ليها بيفيدنا في الحته دي. تمام. طيب زي ما احنا قلنا يعني كده الخصائص الخاصه بلغه برمجه بايثون: easy to learn with simple syntax، انه سهوله تعلمها، وبنفس الوقت السنتكس اللي هو الكتابه بتاعتها سهله. هتلاقي الفانكشن نفسها من الاسم تعرف الفانكشن دي بتعبر عن ايه. وبنفس الوقت زي ما انا كنت قلت من شويه انه الاستراكشر بتاعها بسيط. تمام. انتربريتد اللي هو مصطلح بما معناه runs line by line، يعني لما انت تيجي تكتب الكود هو بيبقى يشتغل السطر الاول، بعد كده السطر الثاني في الكود، بعد كده السطر الثالث في الكود. فهو لما مثلا يجي يقرأ طبعا دي عبارة عن سيل، بنسميها سيل. تمام. دي سيل 1، دي سيل 2، دي نفس الحاجة برضو سيل. لكن السيل دي الفرق ما بينها وما بين دي انه السيل دي زي ما انت شايف انت اهو بيتغير هنا الاسم لوحده، هنا مارك داون وهنا كود. المارك داون هي السيلز الخاصة اللي احنا بنكتب فيها الكلام العادي، اللي هو كلام ملوش علاقة ايه بكتابة كود البرمجة نفسه. تمام. بيبقى اسم السيل مارك داون سيل. تمام. طيب بالنسبة للسيل اللي بيبقى مكتوب فيها الكود بيبقى اسمها الكود سيل. الحاجات دي طبعا هي بسيطة عشان بس انتوا لسه بتتعاملوا مع البرنامج لأول مرة، فاحنا ايه بنعرف الحاجات دي. طيب بعد الانتربريتد واحنا فهمنا ان هو بيجي لما يجي بيقرأ مثلا ده السطر الأول، بعد ما يخلص بيجي للسطر اللي بعده وبيقوم قارئه ومشغل الفانكشن اللي مكتوبة فيه. تمام. طيب بعد كده حاجة اسمها dynamically typed، باختصار قوي
no need to declare variable types. يعني انه انت مش محتاج تعرفه الفاريبل ده نوعه ايه، هو لوحده هيبقى ايه، هيبقى عارف الحاجه دي. طب يعني ايه فاريبل وايه التايبس بتاعت الفاريبل؟ الحاجات دي هي اللي هنبقى نشرحها في المحاضره دي. تمام. طيب طبعا كالعاده اي حد بيبدا في لغه برمجه بايثون اول حاجه بتظهر له الجمله دي. تمام. طيب قبل ما نقول بقى الجمله دي عباره عن ايه وبتعمل ايه، اول بايثون بروجرام هناخده هيبقى ده، لكن عايزين نعرف ده ليه باللون ده وده ليه كده مختلف. اول حاجه بالنسبه لده الهاشتاج ده بنستخدمه عشان نكتب كومنت. الكومنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن انه انا عايز، انا مثلا كاتب كود معين وعايز والله اكتب ملاحظه، كان هكتبها لنفسي او هكتبها مثلا زي ما انا دلوقتي قاعد بشرح لكم، انه انا والله الكود ده هيبقى ايه فيرست بروجرام اول برنامج، وهيبقى ايه اللي هو اسمه هالو وورد. يعني بكل بساطه اي حاجه بكتبها بعد الهاشتاج، يعني انا لو جيت كده تمام وعملت هاشتاج وكتبت اي حاجه، ال ال البرنامج بيقراها ازاي او الكونسول بيقراها ازاي او الاي دي بيقراها ازاي؟ اي حاجه هتبقى مكتوبه هنا ملهاش علاقه في الكود. تمام. ممكن حتى يبقى كود، يعني انا مثلا لو جيت هنا وعملت هاشتاج هتلاقي انه اتغير اللون وبقى ده ايه كومنت. فيعني اللي احنا عايزين نفهمه الكومنت ده عباره عن ايه، عباره عن تعليق بكتبه ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش ليه علاقه بالكود. لما يجي مثلا لما يجي يقرا الاي دي اي او البرنامج بتاعي يجي يقرا السطر ده خلاص هيعرف ان ده كود، فمش هيأثر على اي حاجه في الكودينج. تمام. طب استخداماته ايه؟ ممكن انا استخدمه ان اكتب فيه ملاحظه، ممكن انا استخدمه ان انا اعرف نفسي، اللي هو انا بعد كده مثلا انا كتبت مشروع تمام وجيت مثلا بعد 3 سنين رجعت ابص على المشروع تاني، فبدل ما انا اقعد اقرا الكود واحلله بنفسي انا ببقى كاتب حاجات لنفسي عشان لما اجي ارجع اقرا الكود اعرف كل حاجه لا ايه، او انا مثلا عامل فانكشن دي لايه الى اخره. طيب احنا بنستخدمها في الكودينج في ايه؟ في انه انا زي ما احنا قلنا بسهل على نفسي، وبنفس الوقت يعني دي تعتبر من جماليات الكودينج، انه انت لما تيجي تكتب كود تبقى الحاجه متنظمه، انه انت بتبقى كاتب لك كل حاجه الكومنت بتاعها. لكن انا مش ببقى محتاج طبعا هكتب لك كل حرف مكتوب انا هكتب له كومنت، لا هو الكومنت انا بس بستخدمه عشان اعرف ايه محتويات السيل او ايه محتويات سطر معين في الكود. تمام. طيب لو انا عايز اكتب اكتر من سطر، يعني مثلا انا لو عايز ايه لو انا مثلا جيت هنا وكتبت مثلا فيرست تمام وجيت هنا ايه بروجرام. طيب ازاي انا اعمل كومنت او اللي احنا بنسميه مالتي لاين كومنت او تعليق متعدد الاسطر؟ لو انا جيت وعملت هاشتاج كده هو عامل هاشتاج لدي تمام، لكن لو انا جيت رن ثانيه، لو انا جيت اعمل رن انا برن ازاي؟ بضغط شيفت انتر كده ايه رن، خلاص عامل رن للكود. او ممكن اضغط الزر ده تمام كده عامل ايه رن للكود. هلاحظ انه ايه، انه طلع لي ايرور. ليه؟ الحاجه دي انا ما عرفتهاش، الفاريبل ده انا ما عرفتوش. طب ايه فاريبل؟ عباره عن ايه وانواعه ايه اللي احنا عمالين نتكلم عنها، ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي لما نيجي نشرح. تمام. طيب اخر حاجه ازاي بقى قلنا نعمل لو انا عندي اكتر من سطر؟ باجي هنا بعمل سنجل كوت اللي هو اللي بتبقى بالشكل ده، بعملها ايه تبقى 3 مرات، وبعمل بعد نهاية الأسطر بعمل إيه 3 مرات. خلاص ده كله عبارة عن كومنت. لو أنا جيت أرن تمام، لو أنا مثلا هعمل كده كومنت هاجي أرن كده إيه طلع لي، طبعا ده إيه ده هو بس طبع لي الناتج بتاعي. تمام. طيب ممكن برضو أيضا ما تبقاش إيه سنجل كوت، ممكن تبقى دبل كوت اللي هي بتبقى بالشكل ده. تمام. هبقى هعمل كده وهعمل كده هيبقى برضو كده. طبعا ايه ده هو بس بيطبع بس الحاجه اللي انا كاتبها. تمام. فهو فعليا كده ايه ما قراش او اعتبر ان السيل دي ما فيهاش اي كود. طيب دول بالنسبه لانواع الكومنتس. طيب نيجي بقى للكود نفسه. بالنسبه لاول برنامج معانا اللي هو الفانكشن اللي اسمها برنت. برنت دي لو انت، وده اللي احنا كنا بنقول عليه انه هي سهله، برنت دي من اسمها بتطبع. بتطبع ايه؟
بتطبع الكلام اللي موجود ما بين البارانثيسز دول او الاقواس دي، تمام، بتطبعه لليوزر. فانا لو جيت، لو انا مثلا انا ايه هكتبها بنفسي، تمام، هاجي اكتب برنت، هتلاحظ انه ده معناه انه ايه، هي عباره عن كلمه محجوزه في البايثون لا فانكشن اسمها برنت. باجي بفتح الاقواس، تمام، وبكتب جواها. انا طبعا عايز اكتب نص، لازم النص يتكتب ب يا اما ما بين تو دبل كوتس او تو سنجل كوتس، تمام. اي حاجه هكتبها هنا هي اللي هتبقى ايه، اللي هتبقى تطبع. لو مثلا كتبت هاي وعملت رن، فبص طبع لا اليوزر كلمه هاي، تمام. فاول برنامج معانا اللي هو عباره عن برنت هالو وورلد، اللي هو بكل بساطه الفانكشن برنت هي اللي بتطبع، الفانكشن اللي بتطبع اي حاجه مكتوبه ما بين القوسين، تمام، لا اليوزر، او بنقول عليها اوتبوت فانكشن. طيب قبل ما نعرف بقى ايه، طبعا احنا هنا مكتوبه، بص هنا دبل كوتس وهنا سنجل كوتس، مفيش اي فرق ما بينهم. لو انت استخدمت بالنسبه للنص يعني، لو انت استخدمت دبل كوتس او سنجل كوتس هتلاقي انه ايه اللي بيطلع نفس النتيجه، هو فعليا ما بيفرقش معاه. طيب قبل بقى ما نخش في الحاجات دي كلها والكلام ده كله، هنيجي بقى ايه، هنيجي نبدا نشرح في السنتكس الخاص بالبايثون والاستراكشر الخاص فيها. احنا عمالين بنقول فاريبل فاريبل فاريبل. الفاريبل ده عباره عن ايه بكل بساطه؟ عباره عن a container for storing data values، يعني عباره عن كونتينر، تمام، بيخزن القيم بتاعه الداتا المدخله ليه. يعني ايه، انا مثلا باجي بسمي فاريبل معين، تمام، وبسجل فيه داتا معينه. لو انا مثلا زي ما احنا قلنا مثلا هالو وورلد، فهو بيعمل ايه، بخزن هالو وورلد في الفاريبل اللي انا سميته، تمام. طبعا الحاجات دي هنستبينها اكتر في الكود لما نيجي ايه نعرف دلوقتي. طيب الفاريبلز بتتعمل ليه؟ زي ما احنا قلنا ان هو assigning a value to them، يعني انه انا اخزن فيه قيمه معينه بغض النظر عن نوع القيمه. no need to declare a type، يعني انا مش محتاج اقول له والله مثلا انه الكلام ده عباره عن نص، الحاجه اللي انا كاتبها دي عباره عن مثلا رقم. ليه؟ لانه البايثون بيتعرف تلقائي على النوع ده زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الكودينج. طيب خصائص الفاريبل عباره عن ايه؟ اول حاجه انه الفاريبلز تقدر تخزن مختلف الانواع من الداتا تايبس، واللي هنبقى نشرحهم دلوقتي، اللي هم الاربع انواع: الانتجرز والفلوتس والسترينجز والبوليانز، تمام. طيب الخاصيه الثانيه، Python variables are dynamically typed meaning their type can change during program execution. يعني واحدة من خصائص الفاريبلز الموجودة في البايثون ان هم dynamically typed. dynamically typed يعني ايه؟ يعني انه انا ممكن ابقى مثلا مسجله في او مسجل داخله قيمة نصية وبعد كده اقوم مغيرها مثلا لرقم، تمام. طيب انواع الفاريبلز دي عبارة عن ايه؟ اربع انواع اساسية: الانتجر واختصارا INT او انت، الفلوت اللي بتبقى مكتوبه بالشكل ده، والسترينج اللي هو النص بيبقى مكتوب STR اختصارا، والبوليان اللي هو بول. طيب انتجر اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الارقام الصحيحه: 5 -10 -9 -1,000,000 مليون، تمام، دول الانتجرز. الفلوت هي الارقام اللي بيبقى فيها الديسيمال بوينتس اللي هي ايه النقطه، زي ما اقول مثلا 3.14 او -2.5 او -5.5000، بغض النظر كل الارقام دي بنسميها فلوت. طيب النوع الثالث اللي هو السترينج، اللي هو بيبقى عباره عن sequence of characters، يعني عباره عن تسلسل من الاحرف. كانت الاحرف دي بتكون كلمه